السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جميل، فيديو جديد، فيديو تفريزات البامية. البامية متوفرة في السوق دلوقتي، وان شاء الله اعرفكم اي نوع بامية بيقعد من السنة للسنة واحسن نوع للتخزين. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا ارفعوا الفيديو وشيروا لكل حبايبكم واصحابكم عشان الكل يستفاد. ده موسم تفريز البامية ومليانة في السوق، والبامية دلوقتي الكيلو منها ب30 جنيه. اول ما جت كانت ب100 جنيه وب80 جنيه ليه نشتريها. واحنا ما تشتريش الحاجة وهي اول ما تنزل السوق، استني سوق 2 3 وهتلاقيها رخصت معاك. قبل دلوقتي هنخش على الفيديو بتاعنا ونشوف احنا اي نوع بامية هتقدري تخزنيه واللي بيقعد من السنة للسنة. ده النوع اللي معانا، ده البامية اللي بشوك هي اللي بتقعد ما شاء الله، بتبقى طعمها جميل جدا، وبتبقى سايحة وزبدة في الطبيخ بتاعنا. هنبدأ بقى دلوقتي قبل ما تغسليها وقبل ما تعمليها اي حاجة هنقمعها معاكوا كده بالطريقة دي. هتيجي من عند العنق كده وما تجريش على البامية، علشان مش عايزينها تبقى متجرحة وتبقى شكلها مش لطيف. قعدي بنتك، قعدي اي حد، لو انتي ملكيش طولة بال اعمليها بالطريقة دي. طريقة تخزين سهلة وبسيطة، ومش هقولك روحي اشتري 5 كيلو 4 كيلو 3 كيلو مرة واحدة، لا، ممكن كل سوق هتجيبي كيلو في كيلو، بس فرزيها قبل شهر 8 و7 علشان بيبقى في حشرات فيها يعني. فدلوقتي هي نضيفة دلوقتي، فانتي كل سوق ان شاء الله هتجيبي كيلو وتفرزيه بنفس الطريقة. هنمسك بقى الحباية الكبيرة بتاعتنا، هنشقها من النص كده بالطريقة دي. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا منساش يفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد من أكلك أحلى مع ولاء. لايك يا جماعة للفيديو عشان الكل يستفاد. ما شاء الله يعني، ارفعوا الفيديو لو حتى بحرف ودعوة حلوة كده من قلبكم للقناة. ودي الكمية بعد ما قمحتها. طبعا انا قعدت طبعا على الارض وقمحت بقية ال2 كيلو. طبعا مش هقمحهم وانا واقفة بقى قدام الكاميرا، لا، عشان الفيديو ما يطولش. فوريتكم الفكرة، وحابين تنفذوها مش حابينها خلاص. بس انا زي ما قلت لكم احلى نوع من البامية اللي هي بشوك، ما شاء الله بتبقى جميلة جدا. هنسخن مية على النار، وساعة ما تقوم بالغليان كده معاها عصرة ليمونة صغيرة، شوفوا، وهننزل بقى بالكمية البامية بتاعتنا بالطريقة دي. لازم تديها كده تشميعة كده في المية السخنة بتاعتك كده، لازم نديها صدمة بالطريقة دي. وتكوني طبعا محضرة طبق كده كبير فيه مية ساقعة. هنخرج بقى بعد ما نديها الصدمة بتاعتها، ما تديهاش غلوة خالص. هي ساعة ما تغير لونها كده بالطريقة دي وتحتفظ بلونها اخضر من السنة للسنة. اوعي تحطي خل في المية، الخل بيسود البامية او اي تفريزات. بعد ما غسلناها غسلة حلوة كده وصفناها كويس، هتجيبي المعيار بتاعك والاكياس بتاعتك وشوفي انتي بتحطي الكمية نهي. الكمية بتاعت ال2 كيلو بامية بتاعي عمل 5 اكياس على قد الطبخ، انا بعمل على قد الطبخ. وما تحطهاش في الاكياس الا بعد ما تبرد خالص وتصفى من المية بتاعتها. شوفوا ما شاء الله حاجة كده روعة. لازم أن يكون في بيتك خير. لو كيلو في كيلو هتخزني. لو مش مقتدرة كفاية كيلو يبقى عندك. لو احتجت تبقى عندك الحاجة، ما تخبطيش على حد وتقول له عندك ومش عندك، لا، ليه تحرجي نفسك؟ لو انتوا حبايب مثلا مش هتخبطي على جارتك تحرجك تقولك مفيش، لا. لو انتوا في البيت مع بعض عادي، دي حاجة بسيطة جدا. ودي الكمية اللي ما شاء الله فرستها كانت 5 اكياس ما شاء الله عليها. حطيتهم في علبة بلاستيك كده ودخلتهم الديب فريزر بتاعي. وكل سنة وانتوا طيبين. وزي ما قلت لكم خلي عندك خير في التلاجة بتاعتك.
وده كان فيديو النهارده يا حبايبي، واشوف وشكم على فيديو جديد ان شاء الله. كانت معاكم ولاء احمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.